بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نكمل فيه سلسلة الأخبار المتعلقة بالانتقالات الشتوية لهذه السنة، وخاصة المتعلقة باللاعبين المغاربة. انتهت فترة الانتقالات الشتوية أمس الثلاثاء، واللي عرفنا فيها بعض الانتقالات الرسمية للاعبين المغاربة، وغنحاولوا نلخصوا هاد يعني اللعابة المغاربة اللي يعني تعاقدوا مع فرق جديدة هذه السنة. والأمر يتعلق بكيف قلنا قبل، عز الدين أناحي انتقل من أونجي الفرنسي إلى أولمبيك مارسيليا بعقد يمتد إلى منتصف 2027، وبقيمة تقدر ب 10 مليون ديال الأورو. عفوا، كنت قلت 20 مليون أورو ولكن 10 مليون ديال الأورو. الخبر الآخر أو الانتقال الآخر اللي وقع خلال الأيام أو خلال الدقائق أو الساعات القليلة من الأمس الثلاثاء، وهو تعاقد باريس سان جيرمان مع حكيم زياش، اللي كيلعب ضمن صفوف فريق تشيلسي الانجليزي. زياش استطاع انه يتعاقد مع او الانتقال الى الفريق الباريزي على سبيل الاعاره حتى نهايه الموسم، مع عدم الزاميه الشراء. دونك حكيمي غيمشي لباريس، اشرف حكيم زياش سوف ينتقل الى باريس سان جيرمان لمجاورة اشرف حكيمي وباقي النجوم. الانتقال الثالث في صفوف اللاعبين المغاربة كيتعلق بعبد الحميد الصابري. عبد الحميد الصابري اللي كيلعب مع سامدوريا كيف كنعرفوا كاملين، انتقل هو ايضا حديثا الى او ماشي انتقل، او ابرم عقد او اتفاق او عقد رسمي مع فيورنتينا للانتقال الى صفوفه، ولكن ابتداء من الصيف المقبل. يعني غيكمل هذا الموسم مع سامدوريا، ولكن من بعد نهاية الموسم غينتقل الى فيورنتينا. خبر اخر كيتعلق بوليد شديرة. وليد شديرة غينتقل هو ايضا الى زعيم البطولة الإيطالية حاليا وهو نابولي. هذا خبر مفاجئ ما كناش كنتظروه، ولكن في آخر اللحظات انتقل إلى فريق نابولي الإيطالي. بقي لاعب آخر اللي ما قلناهش، وهو سليم أملاح. سليم أملاح اللي انتقل من ستاندار دو ليج، اللي كلشي كيعرف القصة ديالو معاهم التهميش وكذا وكذا. انتقل إلى فريق بلد الوليد الإسباني. وكان الفضل هذا الانتقال كيرجع الى او بشكل كبير الى جواد الياميق اللي ساعد سليم املاح في هذا الانتقال. واخيرا سفيان بوفال. سفيان بوفال غينتقل. هو كيف قلت قبل انه متواجد بالديار القطريه لاجراء الحصص الطبيه، ويعني ما بقى له والو باش يسني العقد مع الريان القطري. وما عرفتش انا هذا الاختيار ديال سفيان بوفال. ربما الجانب المادي هو اللي يعني كان غالب على هذه الصفقه هذه. على العموم كنتمنوا له التوفيق. يعني البطوله القطريه لا تقارن مع البطوله الفرنسيه. الدوري الخليجي بشكل عام دوري ضعيف. شاهدنا يعني كيفاش حمد الله مثلا كيلعب في الدوري السعودي والمستوى اللي كيقدمه خلال هذه البطولة، ولكن من جا المونديال لقى أن هناك فرق كبير بين هذا المستوى وذاك. فلهذا ما عرفناش حنا شنو هو مستقبل ديال سفيان بوفال، وخاصة التأثير ديالو على تواجده مع الأصدقاء ديالو في المنتخب الوطني. على العموم الأيام القادمة هي اللي غتحدد لنا يعني شنو غيوقع.
لسفيان بوفال والفريق الوطني. على ذكر الفريق الوطني، المنتخب الوطني اللي رسميا خلال شهر مارس غيلعب مقابلتين وديتين. الأولى عرفناها غتكون في حدود يوم 28 مارس أمام فريق البيرو. البيرو غيلعب مع مقابلة ودية. والمقابلة الثانية غالبا مازال ما تعلنات بشكل رسمي، ولكن غتكون مع منتخب كولومبيا في نفس الشهر. الاختيار ديال المنتخب الوطني لهذه المقابلات مع دول امريكا اللاتينيه ما عرفنا شنو هو السبب، وحنا مقبلين على اقصائيات كاس افريقيا المقبله. وهذا المقابلات الوديه ما عرفناش شنو هو الدور ديالها بالضبط مع امريكا اللاتينيه. كاين هناك اشاعات على ان المنتخب المغربي غيشارك في كوبا امريكا، ولكن هذه كلها اشاعات. الدعوه ما توصلش بها المغرب بشكل رسمي، ولحد الساعه ما كاينه حتى شي حاجه فيما يخص هاد البطوله هذه، لان هاد البطوله كتكون من 16 فريق، كيتكون من قارتين امريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه. فما كنظنش ان غيكون هناك تواجد للفريقين اخر باش تولي 17 الفريق. ف هاد القضيه ديال مشاركه المغرب في كوبا امريكا هي اشاعه وصافي، ما كاينش شي حاجه رسمي. هذا كل ما كان متعلق. او قبل ما ننسى ان احنا على اقبال قريب الموندياليتو اللي كيشاركوا فيه 3 دول عربيه: الهلال السعودي، الوداد البيضاوي، والاهلي المصري. نتمنوا التوفيق لهم كاملين، ونتمنوا التوفيق للوداد البيضاوي الممثل للبطوله او للمملكه المغربيه، الممثل ديالنا. غير على سبيل واحد الخبر، ان يعني الطاقم التقني للمنتخب الوطني بقياده وليد الركراكي التحق بفريق الوداد البيضاوي باش يمكن ربما يشوف يقدر يعطي المساعده لفريق الوداد البيضاوي خلال هذه البطوله. فنتمنى التوفيق لهذا الطاقم وللوداد البيضاوي في هذه البطوله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.